وبعد سنتين فريق الافنجرز كانوا في دولة نيجيريا علشان جات لهم معلومات ان في هجوم هيحصل على المدينة، والفريق كان بيتجسس في المدينة علشان يعرفوا مصدر الهجوم. وكابتن امريكا بيشوف شاحنة وبيشك فيها، وبيأمر سام يبعت طيارة درون علشان يتحقق منها، وسام بيبعت الطيارة بتاعته اللي اسمها ريد وينج وبيخليها تنزل تحت الشاحنة، وسام بيعمل مسح للشاحنة علشان يشوف اللي جواها، وبيعرف ان السواق شايل اسلحة ووزن الشاحنة تقيل جدا، فبيفهموا ان الشاحنة دي هتبقى كبش فدا. والشاحنة بتوصل عند مستشفى عسكرية والسواق بيرمي نفسه منها، والشاحنة بتدمر الحاجز، وبيوصل بعدها عربيتين وبينزل منها جنود مجرمين وبيرموا قنابل غاز منوم على العمال اللي في المبنى وبيقتحموا المبنى. وفي الوقت ده فريق الافنجرز بيوصلوا وبيضربوا المجرمين، وستيف بيخش المبنى وبيشتبك معاهم، والمجرمين بيسرقوا المصل اللي جايين علشانه، وستيف بيؤمر واندا تسحب كل الغاز المنوم بقوتها الخارقة. بس ستيف بيكتشف انه وصل للمعمل متأخر، وفي مجرم اسمه كروس بونز هرب بالمصل، وناتاشا بتركب الموتوسيكل بتاعها وبتلحقهم وبتخش في قتال معاهم، بس بينتهي امرها وكروس بونز بيمسكها وبيحطها في عربيته اللي كان فيها قنبله. بس ناتاشا انقذت نفسها واستخدمت جسم المجرم كدرع ليها، وبعدها كروس بونز ضرب كذا قذيفه على كابتن امريكا وبيعطله، وبعدها بيدي المصل لواحد من جنوده وبيأمرهم يتقسموا لمجموعات كتير علشان يعرفوا يهربوا. وفعلا المجرمين بيخلعوا القناع والمعدات بتاعتهم وبيجروا وسط الناس، فالابطال الخارقين ما كانوش عارفين يلاقوهم وبيدوروا عليهم. وستيف بيلاحظ قنبله لزقت في الدرع فبيرمي الدرع في الهواء، وبعدها كروس بونز ظهر وهاجم ستيف وسدد له ضربات قويه، بينما ناتاشا بتطارد واحد من المجرمين وعرفت توقعه، وبعدها بتقاتل اتنين في نفس الوقت وبتقدر تتغلب عليهم لانها ماهره في القتال وبتقدر تهزم الاتنين. فواحد منهم بيمسك المصل وبيهددها بيه وبيأمرها ترمي السلاح، بس ريد وينج بتاعت سام بتوصل وهو بتضربه بالنار وناتاشا بتمسك المصل، وبنرجع لستيف اللي بيتقاتل مع كروس بونز وبيقدر يسدد له ضربه قويه وبيوقعه. وكروس بونز بيشيل القناع وهو بيطلع عن روميلو، وستيف بيسأله مين اللي امرك تسرق المصل، فروميلو قال له ده كان باكي، وبعدها روميلو بيفعل قنبله علشان يقتل نفسه هو وستيف، بس واندا بتسيطر عليه وبترفعه لفوق، بس بالغلط بينفجر في المبنى ده وبيتضايقوا لانهم ما كانوش يقصدوا يسببوا الخراب. وبنروح لتوني ستارك اللي ما كانش مشارك في المعركه دي لانه في الوقت ده كان بيدي محاضره لبعض الطلبه وبيقول لهم انا همول كل المشاريع بتاعتكم، وبيمشي بعد ما بيخلص المحاضره وبيقابل الست دي عند الاسانسير وهي بتديله صوره لابنها وبتقول له ابني مات بسببك لما كنتوا بتحاربوا الترون من سنه ومحدش يهتم بموضوع وفاه ابني، انت معتبر نفسك بطل وبتقاتل لاجل الخير، بس دي مش حقيقه، انت بتقاتل لاجل نفسك وبسببك في ناس بتموت. وتوني ستارك مش بيقدر يرد عليها. وبعدها بنشوف الاخبار وهي بتتكلم عن معركه الافنجرز بالمجرمين، وبنعرف ان في 11 شخص مدني ماتوا في المبنى ده، واصابع الاتهام بتتوجه ناحيه الافنجرز وبيعتبروهم السبب. وواندا كانت حزينه وبتلوم نفسها، وستيف بيخش عليها وبيحاول يواسيها وبيقول لها كل معركه ولها خسائر. وبعدها فريق الافنجرز بيتجمعوا مع وزير الخارجيه اللي اسمه روس، وروس بيقول لهم انتوا انقذتونا كتير وحاربتوا الشر، بس زي ما في ناس شايفاكوا ابطال في ناس شايفاكوا بتسببوا الخراب ومستهترين، انتوا في السنين اللي فاتت كنتوا بتتصرفوا مزاجكوا وبدون اشراف من حد. وبيعرض لهم فيديوهات للخراب اللي حصل في نيجيريا وفي اماكن تانية كتير، وبيقول لهم في دول كتيره مش متسامحه مع اللي انتوا بتعملوه، وفي 117 دوله مضوا على اتفاقيه سوكوفيا، والاتفاقيه دي بتهدف ان الافنجرز ما يتدخلوش في اي شيء الا لما الامم المتحده توافق. وستيف ما كانش عاجبه الاتفاقيه دي، فروس بيقول له ثور وهالك مش معانا دلوقتي وما نعرفش اماكنهم فين، الموضوع اشبه بقنابل نوويه ضاعت مننا، انا شايف ان الاتفاقيه دي حل وسط يرضي جميع الاطراف. وبعد 3 ايام الدول هتتجمع في النمسا علشان يمضوا على الاتفاقيه، انا هسيبكم تتناقشوا وتاخدوا قراركم، بس لو مش موافقين على الاتفاقيه دي فاحنا هنستغنى عن خدماتكم. وبيسيبهم وبيمشي، والافنجرز بيتجمعوا بيتناقشوا، بس هم بينقسموا فريقين، فريق موافق على الاتفاقيه وهو فريق رافض، وستيف كان قائد المجموعه اللي رافضه الاتفاقيه. وفيجن بيتكلم وبيقول من ساعه ما توني ستارك اعلن انه ايرون مان ظهر ابطال خارقين كتير من بعده، وفي نفس الوقت ظهرت تهديدات كتير بتهدد العالم، فبالتالي قوتنا الكبيره جعلت في تحديات بتواجهنا، والتحديات خلقت كوارث، فانا شايف اننا نوافق على الاتفاقيه. وناتاشا بتطلب راي توني ستارك، وتوني بيعرض صوره الولد اللي مات اللي خدها من الست، وبيقول ان الولد ده حصل على شهاده في هندسه الكمبيوتر، وبسبب ان ولد مجتهد جاله شغل في شركه انتل، وقبل ما يشتغل وما يبقاش عنده وقت قرر يسافر، بس ما كانش عاوز يسافر علشان يتفسح، لا ده سافر لبلد فقيره علشان يساعد الفقراء في بناء بيوتهم. وللاسف هو وصل لمكان تمت فيه معركه ما بيننا وما بين الترون، وفي مبنى وقع على الولد ده ومات. اللي عايز اقوله ان احنا
احنا لازم نتحمل بعض المسؤوليه والا هيبقى زينا زي الاشرار، وانا موافق على الاتفاقيه. وستيف ما كانش متفق معاه وبيتجادله، وما كانش موافق ان مصير الافنجرز يبقى في ايد حد تاني. وبعدها ستيف بتجيله رساله وبيعرف ان كارتر ماتت، فبيسيبهم وبيروح للجنازه. وبعد ما الجنازه خلصت ناتاشا بتيجي تقابله وبتقول له ان في اعضاء من الافنجرز مضوا بالفعل على اتفاقيه سوكوفيا، وانا من ضمن الاعضاء دول، وهسافر للنمسا علشان اوقع على الاتفاقيه. وبتسلم عليه وبتمشي. ولما بتوصل لمقر الامم المتحده هناك بتقابل الامير تيتشالا وبتتعرف عليه. وبعدها بيبدا اجتماع الامم المتحده، وملك واكاندا تيتشاكا بيطلع يتكلم وبيوعد الناس ان واكاندا هتتعاون وموافقه على الاتفاقيه. بس في نفس الوقت تيتشالا بيبص من الشباك وبيحس بحركه مريبه بره، وبعدها بيجري علشان يلحق والده، بس مش بيلحق وابوه بيموت من الانفجار، وبيحضن والده وبيحزن عليه. بينما ستيف وباقي الافنجرز بيشوفوا اللي حصل على الاخبار، وستيف بيعرف ان باكي هو المتسبب في الانفجار. وناتاشا بتحاول تواسي تيتشالا وهو بيلبس الخاتم بتاع والده، وبيتعهد بالقضاء على باكي والانتقام منه. وستيف كان وصل النمسا وبيتبع تحركات باكي، وبيقدر يعرف بيته وبيروح له على هناك علشان يتكلم معاه وبيساله عن الانفجار اللي حصل. بس باكي بيقول له انا اصلا ما كنتش موجود في مكان الانفجار وما بقاش ليا علاقه باعمال الاجرام. وفجاه في قنابل بتترمي عليهم، وجنود المباحث الاوروبيه بيقتحموا المكان علشان يقبضوا على باكي، وستيف بيضطر يقاتلهم علشان يحمي باكي. وباكي بيطلع على السلم وبيقاتل بقيه الجنود وبيقدر يهزمهم بكل سهوله، وهو محدش بيعرف يقف قصاده. وبعدها بيهرب وبينط للمبنى التاني، بس هناك كان مستنيه تيتشالا وهو لابس بدله بلاك بانثر وبيقاتله. وباكي ما كانش يعرف مين ده وما كانش ليه مصلحه انه يقتله. وستيف بيطلب الدعم من سام، وباكي بيوقع تيتشالا وبينط للشارع علشان يهرب، بس بلاك بانثر وكابتن امريكا والمباحث كانوا بيطاردوه. وستيف بيسرق عربيه من الشرطه وبيطارد بيها باكي، وبلاك بانثر بينط على العربيه علشان يوصل لباكي بسرعه. وستيف ما كانش يعرف لسه مين ده وعاوز يتخلص منه، بس ما كانش عارف. وباكي كمان بيسرق موتوسيكل علشان يعرف يهرب منهم. ولما ستيف وصل لباكي تيتشالا بينط عليه، بس باكي بيوقعه ورمى قنبله في سقف النفق علشان يعطلهم، بس تيتشالا عرف يلحقه وبيوقعه وكان على وشك يقتله، بس ستيف بيوقفه. والمباحث الاوروبيه وصلت وقبضت عليهم وبيودوهم على مقر الدفاع الجوي وبيحبسوا باكي. وتوني بيقابل ستيف وبيطلب منه يوافق على اتفاقيه سوكوفيا. وستيف كان بيفكر فعلا يمضي وبيساله عن واندا لانها متضايقه بسبب اللي حصل في نيجيريا. توني قال له احنا خلينا فيجن يحرسها ويمنعها من الخروج من مقر الافنجرز، لان واندا بالذات عباره عن اسلحه دمار شامل وما ينفعش نخليها حره علشان ناخد احتياطاتنا من اي خطر. وستيف مش بيعجبه الكلام ده نهائي، وشايف انها كده محبوسه في سجن، وبيسيب القلم ومش بيرضى يمضي على الاتفاقيه. وبعدها بيجي دكتور نفسي اسمه زيمو علشان يستجوب باكي، وبنروح لمحطه الكهرباء القريبه من المكان، وفي طرد بيوصل للمحطه دي، وزيمو بيجيله اشعار ان الطرد وصل بنجاح، فبيفعل القنبله اللي جوه الطرد اللي بتفصل الكهرباء عن المدينه بالكامل، وبالتالي الكهرباء بتتقطع عن مقر الدفاع الجوي. فالشرطه وستيف رايحين لباكي علشان يامنوه، بس في نفس الوقت زيمو بيوري لباكي انه معاه كتاب احمر معين، وزيمو بيقرا الكلمات اللي في الكتاب، وبالتالي زيمو بيقدر يخلي باكي تحت سيطرته. وباكي بعدها بيحرر نفسه. وستيف لما وصل بيتفاجئ ان باكي اتحرر، وباكي هجم عليه بكل قوه وضربه وبيوقعه في الاسانسير. وبينما ستيف كان بيحاول يطلع، توني كان بيواجه باكي، بس باكي بيتفوق عليه علشان توني ما كانش معاه بدله ايرون مان. فتيتشالا بيظهر وبيتقاتل معاه، وبالرغم ان تيتشالا ما كانش معاه البدله بتاعته بس كان متفوق عليه وقدر يوقعه من الدور الثالث. بس لما تيتشالا نزل للدور الارضي ما لقاش باكي وكان اختفى. وباكي كان راح للطياره الهليكوبتر علشان يهرب بيها، بس قبل ما يقلع ستيف كان وصل ومسك الطياره وبيحاول يمنعها من الطيران، فباكي بيوقع الطياره عليه وبعدها بيخرج ايده الحديديه وبيخنقه، بس ستيف بيزق الطياره وبيقعوا هما الاتنين في النهر، وباكي اغمى عليه بس ستيف بينقذه. بينما زيمو الدكتور النفسي كان قاعد بيتفرج على الاخبار وعرف بكل اللي حصل وان باكي اتمسك، وبيقرر يسافر على روسيا. وبعدها باكي بيفوق وكان مربوط، والمره دي باكي كان فاكر ستيف ورجع باكي الطيب. وستيف بيساله الدكتور النفسي كان عاوز ايه منك؟ باكي قال له هو كان عاوز يعرف تفاصيل مهمه عملتها الهايدرا في 1991، واللي حصل اني خليت عربيه تخبط في شجره وسرقت من العربيه شحنه من المصل الجندي الخارق، وحقنوا المصل لمجرمين وحولوهم قتله خارقين. وباكي بيحذر ستيف وسام من القتله دول لانهم اقوياء جدا واقوى مني انا، ويقدروا يوقعوا دوله كامله في خلال يوم. وستيف بيطلب من سام يتصل بتوني ستارك علشان يبلغه بالموضوع ده، بس سام بيقول له توني مش هيرضى يساعدنا لانه مضى على اتفاقيه سوكوفيا، فمش هيرضى يعمل اي مهمه
المدينة إلا بموافقة الأمم المتحدة، فلازم نعتمد على نفسنا من دلوقتي. بينما توني كان بيتجادل مع روس، لأن روس شايف إن ستيف دلوقتي أصبح شرير وعدو لينا طالما هو رفض يوقع على الاتفاقية وهرب مع باكي. أنا هأمر القوات الخاصة بالبحث عنهم وقتلهم لو تطلب الأمر. وتوني بيرفض إن الموضوع مع ستيف يتحل بالعنف، وبيقول له سيبني أتعامل مع الموضوع بنفسي، اديني مهلة يوم واحد وهقبض على ستيف وباكي. وتوني بيقرر يعزز الفريق بتاعه ويجيب فرد قوي، فبيروح يقابل بيتر باركر اللي هو سبايدر مان. وتوني بيقول له انا شفت لك الفيديو ده وانت بتحارب المجرمين واكتشفت انك موهوب جدا. وبيتر في الاول كان بينكر انه سبايدر مان علشان ما كانش حابب حد يعرف بالسر ده، بس بعدين بيعترف لما توني قال له انا عايز اجندك في الفريق بتاعي، وبيقول له انا هجيب لك بدله سبايدر مان جديده. وبالليل في مقر الافنجرز بيحصل انفجار قريب من المكان، وفيجن بيخرج علشان يشوف ايه اللي حصل. وهوك اي بعدها بيظهر وبيقول لواندا يلا بينا نهرب من هنا لان دي فرصه مناسبه للهرب وفيجن مش موجود. لكن فجاه فيجن بيرجع تاني وبيهجم على هوك اي، وهوك اي بيحاول يتصدى له بس مش بيقدر يعمل حاجه لانه مش بيمتلك قوه خارقه زي فيجن. وفيجن بيخنقه وبيفقدوا الوعي، وواندا مش بيعجبها اللي حصل لهوك اي وبتستخدم قوتها وبتشل حركه فيجن وبتهجم عليه وبتدمر بيه الارض. وهوك اي وواندا بيهربوا، وبعدها بيتجمعوا بانت مان وكابتن امريكا، وبتبقى هي دي الفرقه المعترضه على اتفاقيه سوكوفيا. وكانوا هيسافروا روسيا علشان يقبضوا على زيمو، بس بيعرفوا ان توني ستارك موجود هنا. فستيف بيجهز وبيقابل توني وبيقول له ان الدكتور النفسي اللي ورا كل اللي حصل وباكي ما عملش حاجه، بس توني مش بيصدقه وبيأمر سبايدر مان ياخد درع كابتن امريكا. وتوني بيقول لستيف انا مش عايز افرق فريق الافنجرز، فسلم نفسك علشان نخلص الموضوع ده. بس ستيف بيرفض وبيبعت اشاره لانت مان اللي كان على الدرع وبيكبر حجمه فجاه وبيضرب سبايدر مان وبيرجع الدرع لكابتن امريكا. وتوني بيشوف واندا وهوك اي مستخبيين فبيروح ناحيتهم، ورودي بيشوف باكي وسام، وبلاك بانثر بيقرر يروح يتقاتل مع باكي بس كابتن امريكا بيوقفه. لكن سبايدر مان اتسحب وراح يتقاتل مع باكي، وسام بيتدخل وبيشتبك مع سبايدر مان. وفي نفس الوقت كانت المعركه دايره ما بين ستيف وبلاك بانثر، بينما توني وصل لهوك اي وواندا وبيحاول يقنعهم يستسلموا، بس هوك اي ضرب سهام على الجراج وخلى العربيات تقع على توني ستارك. اما سبايدر مان فقدر يوقع سام وضرب الشباك بتاعته على سام وباكي ومنعهم من الحركه، بس سام خلى ريد وينج تبعد سبايدر مان. وبعدها انت مان بيدي الكابتن امريكا عربيه صغيره وبيخليه يرميها على الاعداء وبتنفجر فيهم، وكابتن امريكا بيستغل انشغال فريق توني وبيجروا ناحيه الطياره علشان يهربوا، لكن فيجن بيظهر وبيمنعهم من الهرب. وبعدها الفريقين بيقفوا في وش بعض وبتبدا ما بينهم معركه جديده، بس واندا كانت اقوى منهم كلهم وقدرت تبعد تتشالا وناتاشا بكل سهوله. وسبايدر مان استخدم الشبك بتاعه ووقع كابتن امريكا، بس ستيف كان عنده خبره اكتر منه في المعارك وقدر يتفوق عليه وبيوقع حاويه كبيره عليه. وبيتر بقى مجبر يفضل شايلها بالمنظر ده. وهوك اي ضرب على توني سهم كان راكب عليه انت مان، وانت مان قدر يخش بدله ايرون مان وبيعطل الاسلحه بتاعت البدله، بس بدله ايرون مان بتطرده بره. وسام بيقول لفريقه احنا مش هنقدر نتغلب عليهم لانهم اقوى مننا، فاحنا محتاجين نشتتهم عقبال ما نروح للطياره ونهرب. وانت مان بيقرر يقوم بالدور ده وبيكبر حجمه جدا وبيبدا يهاجم الكل، وبالتالي فريق ايرون مان بيتشتت معاه وفريق ستيف بيتجه للطياره. وفيجن بياخد باله فبيعدي من جسم انت مان وبيدمر المدخل اللي بيوصل للطياره، بس واندا بتمسك حطام المدخل، لكن رودي بيتدخل وبيطلق موجه من الصوت على واندا وواندا بتتاثر. وستيف وباكي كانوا قدروا يعدوا من الحطام وبيقابلوا ناتاشا، وناتاشا بتسمح لهم يوصلوا للطياره وبتهاجم بلاك بانثر، بينما سبايدر مان بيربط رجلين انت مان بالشبك وانت مان بدا يفقد توازنه. وايرون مان ورودي سددوا الانت مان ضربه مزدوجه وبيوقعوه. وتوني بعدها بيؤمر سبايدر مان يروح لان المعركه بقت خطيره عليه. وستيف وباكي كانوا ركبوا الطياره واتحركوا، بس رودي كان بيطاردهم وسام كان وراهم. وفيجن كان عاوز يضرب سام بس غلط وضرب رودي، ورودي بدلته اتدمرت وبيقع. وتوني وسام سابوا المطارده وطاروا وراه علشان يلحقوه، بس مش بيلحقوا ورودي وقع على الارض. وتوني شايل الخوذه بتاعت رودي ولقاه فاقد الوعي وبيودوا رودي للمستشفى بسرعه. وبعدها توني بيركب طيارته وبيعرف من المساعد بتاعه ان المباحث كانت طلبت دكتور نفساني الباكي اسمه سايو، بس في شخص اسمه زيمو قتل الدكتور سايو، وبعدها انتحل شخصيه الدكتور النفساني. وطلع كمان ان زيمو لبس باروكه وغير من شكله علشان يبقى شبه باكي، وهو اللي فجر مبنى الامم المتحده. بينما زيمو ما كانش لسه يعرف انه اتكشف ووصل لمقر هايدرا وشاف الجنود الخارقين وهم متجمدين. وبعدها توني بيهبط بالطياره في نص المحيط
في سجن اسمه بولسا، ومدير السجن ده يبقى الوزير روس، وتوني بيعرفه بكل المعلومات اللي اكتشفها مؤخرا، بس روس مش بيصدقه وبيقول له انا ما بقتش واثق فيك. وتوني ادرك انه لازم يتصرف بنفسه، وبيروح للسجن اللي كان محبوس فيه سام، وبيقول له انا خلاص اكتشفت الحقيقه وان باكي ملوش ذنب، انا عايزك تساعدني وتقول لي على مكان ستيف. وسام بيثق فيه وبيقول له على مكان ستيف، وتوني بيسيبه وبيمشي وبيركب طيارته وبيتحرك، وبعد ما قطع نص السكه بيلبس البدله بتاعته وبياخد باقي السكه طيران، وما كانش يعرف ان تيتشالا بيتبعه. وعلى الجانب الاخر ستيف وباكي وصلوا للمقر بتاع هايدرا، وبيخشوا يفتشوا المكان وبيسمعوا صوت شخص فبياخدوا حذرهم، بس ده بيطلع ايرون مان. وتوني بيقول لهم نزلوا اسلحتكم، انا خلاص عرفت الحقيقه، زيمو هو اللي سبب الانفجار في مبنى الامم المتحده وانا جاي علشان اساعدكم. وبيتحركوا هما الثلاثه سوا وبيدوروا على زيمو، وبيشوفوا الجنود الخارقين وهم متجمدين، وزيمو بيظهر وبيقول لهم انا مبسوط انكم جيتوا، انا بقالي سنه بدرسكم كلكم. وستيف بيقول له يعني انت قتلت ناس بريئه في الانفجار علشان بس تجيبنا هنا؟ وبلاك بانثر كان وصل وسمع الكلام ده وفهم ان مش باكي اللي قتل ابوه. وستيف بيسال زيمو انت بتعمل كده ليه؟ زيمو بيقول له كل الناس اللي اعرفهم ماتوا بسبب معركتكم اللي حصلت السنه اللي فاتت مع الترون، وانا هخليكم تحسوا نفس الاحساس اللي انا حسيته. وبعدها بيشغل الشاشه دي قدامهم وبيقول لهم الامبراطوريه بتاعتكم مش هتتهد الا من الداخل، وبيوريهم على الشاشه المهمه اللي عملها باكي سنه 1991. وللمفاجاه اللي كانوا راكبين العربيه دي كانوا ابو وام توني ستارك. وتوني بيشوف باكي وهو بيقتل ابوه وامه علشان يسرق المصل اللي في شنطه عربيتهم، وتوني بالطبع بيتصدم وبيسال ستيف انت كنت عارف بالحقيقه دي؟ ستيف رد عليه وقال له اه، وتوني بيغضب وبيضربه وبيبدا يهاجم باكي، وزيمو بيمشي بعد ما نجح في خطته. وتوني كان بيكسر دراع باكي بس ستيف بيتدخل وبيوقفه، وبسبب قتالهم بيدمروا اجزاء من المعمل وبدا ينهار. وستيف بيأمر باكي يهرب وبيقول لتوني باكي ملوش ذنب لان هايدرا كانوا مسيطرين عليه. وستيف بيدمر رجل من رجلين بدله ايرون مان، بس مع ذلك توني بيطير وبيطارد باكي وكان على وشك يقتله، بس ستيف ظهر وصد الضربه وبيفضل يشتت توني عقبال ما باكي يهرب، بس توني كان مصمم يلحقه وبيضرب صاروخ في السقف وبيقفل طريق الهروب على باكي، وتوني مسكه من رقبته وستيف بينط عليهم وبيوقعهم هما الاتنين. وستيف بيحاول يهدي توني وبيقول له اللي انت بتعمله ده مش هيغير اللي حصل، وتوني بيقول له انا عايز انتقم وبس. وتوني بقى مجبر يقاتل الاتنين وما كانش عارف يتفوق على الجنود الخارقين، وباكي بيزنقه وبيحاول يشيل المفاعل من صدره، بس توني ضربه بشعاع ودمر دراع باكي تماما، وباكي كده طلع بره القتال. وستيف بيقف يتصدى لهجمات توني، وزيمو كان واقف على السطح وفرحان بالقتال اللي بيحصل. وتيتشالا بيظهر وبيسأله انت ليه عايز الكل يتقاتل؟ زيمو قال له ابويا كان عايش في مكان بسيط وامي واخواتي كانوا عايشين معاه في نفس البيت، ولما المعركه ما بين الافنجرز والترون بدأت ابني كان فرحان وهو شايف ايرون مان بيتقاتل قدام عينيه، بس بعدين بسبب الافنجرز المدينه انهارت بالكامل، وفضلت ابحث يومين عن جثث عيلتي تحت الانقاض، وانا على يقين اني مش هقدر اهزم الافنجرز، فرسمت خطه علشان يتقاتلوا ويدمروا نفسهم، وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، وانا اسف على وفاه والدك وما كنتش قاصد. تيتشالا قال له الانتقام مش هو الحل ومش هخليه يسيطر عليا، وبيمنع زيمو من الانتحار. وبنرجع للقتال وايرون مان بيحلل نمط قتال كابتن امريكا، فقدر يتفوق عليه وسحب منه الدرع وبدا يضربه بقوه. وستيف كان تعب وبيقول لتوني ان باكي صاحبي، وتوني قال له وانت كمان كنت صاحبي، وضرب ستيف كذا مره في وشه، بس ستيف مش بيستسلم كعادته وبيقوم وبيقول انا اقدر اعمل كده طول اليوم، وهاجم توني بقوه ومسك الدرع وضربه كذا مره وكسر المفاعل اللي في صدره، وتوني كده واستنزف تماما. وستيف بياخد الدرع وبيقوم باكي علشان يمشوا، وتوني بيقول له ابويا اللي صنع لك الدرع ده وانت ما تستحقش تمسكه، فستيف رمى الدرع وما اهتمش ومشي. وبعدها المباحث كانت قبضت على زيمو، وتوني بيرجع لمقر الافنجرز في امريكا وبيجي له طرد على هناك، وبيطلع انها رساله من ستيف وبيتاسف لتوني انه خبى عليه موضوع مقتل ابوه وامه وساب له رقمه علشان يتصل عليه. وبعدها توني بتجيله مكالمه من روس وهو بيقول له ان كابتن امريكا وباكي هجموا على السجن وحرروا سام، وبعدها باكي راح لمملكه واكاندا اللي بيحكمها تيتشالا وبيطلب انه يتجمد هناك ويلاقوا طريقه علشان يصلحوا بيها دماغه اللي اتغسلت من هايدرا. وبكده نكون وصلنا لنهايه ثلاثيه افلام كابتن امريكا،